السلام عليكم من مطبخ أمير على قناة يوميات فترة جزائرية. وأختها ترحب بكم دائما. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله جبت لكم حلوى جافة تجي بنينة وهشيشة لمناسباتكم، مع أنه الصيف موسم المناسبات والحفلات. إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. يلا نروح للمقادير كما عودتكم دائما، كل وصفة لها مقادير. نبدأ على بركة الله. صلوا على النبي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا عندي 8 مغارف تاع الزيت، عندي 6 حبات تاع الجبن، عندي 50 غرام تاع فلون عطر الكراميل، عندي 250 غرام تاع زبده انا درت ماني، عندي عطر الكراميل، وعندي خميره الحلوى والفرينه بطبيعه الحال، عندي 2 مغارف تاع كاوكاو محمص ومرحي، وعندي 2 مغارف تاع نشا. هنا في ان غيسبيون حطيت الزبده وراح نضيف الزبده تكون دايبه بدرجه المطبخ، وحطيت لها هذاك الفلون، وحطيت معاها كذلك عطر الكراميل. راح نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا. هذه الوصفه بدون بيض وبدون سكر، وراح تجي البنه ولا اروع. اذا بعد ما خلطت مليح هذيك الزبده مع عطر الكراميل والفلون، ضفت الزيت، راح نخلطهم مليح. راح هنا نستعمل الخلاط اليدوي، نخلطهم مليح. وكي تكون الزبده طريه بدرجه المطبخ راح تساعدك بزاف. نخلطها مليح كما قلت لكم حتى نحسوا هذاك الفلون دابلنا. هنا راح نضيف هذاك الجبن انا استعملت هذا الجبن تختينو يجي طري، لازم لك الجبن اللي يكون طري. راح نستعمل 6 حبات ونخلطهم مليح مع ديك الزبده والزيت والفلون وعطر الكراميل. وهنا انت تقدري ديري الفلون يعني الفلون بالذوق اللي تحبي والعطر اللي تحبي، يعني كل وحده والذوق تاعها. وهنا بعد ما خلطت المكونات الاولى راح نضيف الكاوكاو، نخلطهم مليح. من بعد راح نضيف 2 مغارف تاع نشا كما قلت لكم، راح نغربلهم مع كاس تاع الفانينه، مغرفه صغيره تاع يعني قد نص باكي تاع خميره الحلوى. نغربلهم باش نلم العجينه حتى نتحصل على عجينه طريه وما تكونش تلاصق في اليد. ونلم العجينه بالايدي. نزيد الفرينه، يعني انا هنايا ما راحش نعطيكم الفرينه بالميزان ولا بالكاس ولا، يعني انا راح ندير عيني هي ميزاني وانتي كذلك، يعني كل وحده وتعرف الفرينه تاعها. راح نلم العجينه غير هكا بالاصابع. نلم العجينه هكذا تنحصل على عجينه طريه كما قلت لكم، ما تكونش تتلاصق في اليد. هنا خاصتني شويه تاع فرينه راح نضيف، يعني انا هنا ما قدرتش نمد لكم الكميه تاع الفرينه لانه كل وحده والفرينه تاعها. لهذا هي تبقى تضيف الفرينه تاعها وتبقى تشوف، يعني كل نعرفوا. وكي تحبي تشوفي العجينه تاعك ديري باليد الاخرى، يعني ماشي اليد اللي كنتي تخدمي بها، لا شوفي باليد الاخرى يعني اليد الثانيه. اذا هنا بعد ما نميت العجينه شوفوا كيفاش جايه طريه، راح نشكلها حربوش وراح نقطعها على شكل مثلثات. وراح ندير انا شكل مثلثات وشكل ثاني هكذا بشكل الطول يعني اصبعات، راح تشوفوا معايا. راح نشكل حربوش ونبسطه هكا قليلا، ومن بعد نبقى نقطع فيه. حبيبتي هنا اعتذر، راح لي يعني الفيديو تاع اللي كنت طيب درت في صينيه الفرن، لكن معليش بعد ما تقطعيها وكامل ديريها في صينيه الفرن المدهونه بالفرينه.
من بعد طيبيها على هاد الشكل، يعني تكون صفرة دوغي، يعني طيبة هكذا دوغي. من بعد ديريها في الحسل والنوات كوكو، ولا في الحسل وال والقفريط، ولا الشوكولا ونوات كوكو، ولا الشوكولا والقفريط. يعني هنا التزيين يبقى اختياري، يعني كل وحده دير على حساب مخروجها، يعني اللي تخرجها ديرها. كما كنتوا تشوفوا هنا بعد ما درتها في الحسل وكامل درتها في نوات كوكو، وهذا هو الشكل. يعني انا درت هذا الشكل الاول كما قلت لكم، وهذا الشكل الثاني كذلك درته اصبعات. وراح تشوفوا كيفاش راح تجي شيشه وخفيفه وتتفتت، يعني تدوب في الفم. اذا احباباتي ما بقى لي الان غير نودعكم ونقول لكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا بالجرس ليصلكم كل ما هو جديد، فضلا وليس امرا. تحياتي اليكم. نتمنى لكم نهاركم مبروك ونهاركم سعيد، الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديده. مع الف سلامه.